شاورت أريان بإيدها لمادلين وجت مادلين ومعاها إيميلي. فرح جدا رودن وقعد يحضن في إيميلي ويقول لها وحشتيني قوي. تبص له أريان باستغراب وتفكر هو أنت أوفر قوي كده ليه؟ دي بعدت عنك يوم واحد بس. وراحت افتكرت أريان وقالت وده كمان، وشالت الخاتم واديتهوله. فرح رودين جدا وقال لها أنا مبسوط جدا إن انتي رجعتيلي الخاتم. ردت عليه أريان أنا ما كانش عندي شك إن انت هتعملها يا صاحب السمو. ضحك لها رودن وقال لها عشان أكون صادق أنا ما عملتش حاجة عشان يرجع لي تاني. تضحك له أريان وتقول له ده معناه إني مرجعش الخاتم، عموما الخاتم هيكون مفيد جدا ليا. رد عليها رودن بس هيكون في مشكلة كبيرة قوي ليا. مين بقى اللي كان واقف وسطهم ومتعصب على الآخر؟ بالظبط كده تشارت اللي دخل وقف بينهم وسأله واضح إن انتوا متفقين قوي مع بعض من غير حتى ما نعرف. بس هو ليه أريان أخدت الخاتم ده؟ رجعت لكم ببارت جديد بعد ما استدعوا أريان عشان تشهد باللي حصل في المسابقة. ودخل الأمير باكو قاعة الاجتماعات عشان يقول هو كمان اللي شافه. يلا بينا نكمل. دخل باكو أمير كليتمان القاعة. سأله الإمبراطور هو أنت ليه هنا دلوقتي؟ رد عليه باكو اغفر لي إن أنا دخلت القاعة بدون إذن واسمح لي إن أنا أدلي بشهادتي. استغرب الإمبراطور وقال له شهادتك؟ رد عليه باكو أيوة، أنا الشاهد اللي كنت فوق الشجرة وشفت أريان برونز وهي بتقتل الذئاب لوحدها عشان تنقذ نمس. وكمان أنا صاحب السهم اللي ساعد أريان في اللحظة الأخيرة وأنقذها من هجوم الذئب عليها. وكمل إن هو كمان شاف السيد دورود وسيد هولتربان وهما بيهددوا أريان عشان ياخدوا منها الذئاب، وأكيد طبعا هيحتاجوا دليل على اللي هو بيقوله ده. خرج باكو القوس بتاعه والسهم بتاعه وقال القوس ده قوس كليتمان، وده السهم اللي أنا استخدمته في قتل الذئب. وزي ما كل اللي في القاعة شايفين أقواس كليتمان مختلفة تماما عن أقواسكم، علشان كده هتقدر تعرف بسهولة إن السهم اللي أنا قتلت بيه الذئب هو نفس السهم اللي أنا جبته معايا. وريان واقفة مذهولة من اللي سمعته من باكو وبتفكر معقولة الشخص اللي ساعدني هو الأمير باكو؟ يسأل الإمبراطور ملازم التحقيق إيه نتيجة مقارنة الأقواس والسهام. يرد عليه ملازم التحقيق إن سهم الأمير باكو والسهم اللي أصاب الذئب ليهم نفس الريشة وعليهم كمان نفس الاسم، ده غير إن نوع القوس ده نادر جدا ومش موجود إلا في كليتمان. يتصدم دورود من اللي حصل وينزل على ركبته ويقول مش ممكن. في الوقت ده يتصدم الكل ويحصل هرج كبير في القاعة بين ناس شايفة إن أريان عملت إنجاز لما قتلت 5 ذئاب لوحدها فلازم عشان كده تتكافئ وتاخد اللقب، وناس تانية شايفة إنها مجرد امرأة ما ينفعش تاخد اللقب، وناس تالتة بقى شايفة إنه لأ لازم كده كده المسابقة تتلغي. ومن ضمن الحاضرين كان دوك كرو وهو شخص تابع لولي العهد. بمناسبة بقى ولي العهد، قبل الاجتماع كان في خلاف بينه وبين الإمبراطور لأن ولي العهد كان رافض حصول أريان على لقب بسبب إنها امرأة. بس الإمبراطور اتعصب وقال له إن لو هي ما أخدتش اللقب هو هيسحب منه لقبه لأن هو السبب في كل اللي حصل ده. واتعصب وقال له أنت لازم تتحمل نتيجة أفعالك. نرجع تاني بقى لدوك كرو اللي كان بيفكر وبيقول أنا عملت كل حاجة عشان أبعد الأمير التاني عن قيادة الإمبراطورية، بس كل يوم موقفه بيكون أفضل، وعشان كده هيضطر إن هو يدعم الموافقة على منح اللقب لأريان عشان يساعد ولي العهد للوصول للعرش. وفعلا اتكلمت دوك كرو بحدة للنبلاء وقال لهم إنكم تقترحوا إبطال جايزة الفائز بالمسابقة ده تقليل من سلطة صاحب الجلالة. يترعب النبلاء ويرد واحد منهم مستحيل نقول حاجة زي كده، احنا بس بنقول ما ينفعش امرأة إنها تاخد اللقب، ده شيء مهم للإمبراطورية. يرد عليه الدكرو انت بتتكلم عن الولاء؟ هو انت ازاي اساسا تجرؤ انك تطلب ابطال جايزة منحت بشرف الامبراطور؟ رد عليه واحد من النبلاء وقال له انت تعرف ايه ممكن يحصل لما تدي لقب لامرأة؟ رد عليه الدكرو هو انت فاكر ان احمق مقدرش اتنبأ بالمستقبل؟ انت عارف ان الامبراطور سمح لها بالمشاركة وفازت بالبطولة بكل شرف، فياريت ما تنسوش ان البلد دي بتستمد كل قوانينها من جلالة الامبراطور. قاطعهم الامبراطور وقال حتى لو فضل موضوع الحيوان الامبراطوري ده معلق لكن احنا عرفنا مين اللي اصطاد الذئاب كلها، مفيش داعي ان احنا نكمل الاجتماع اكتر من كده. وبعد اسبوع هيقام حفل توزيع الجوائز زي العادة، وبعدين بقى نبقى نستكمل النقاش في عقوبة درويد. وراح قام الامبراطور وخرج. تفرح أريان وتفكر إنها أول مرأة نبيلة تحمل لقب، وبكده تكون أريان علامة فارقة في تاريخ الإمبراطورية. نرجع بقى للأمير باكو اللي خرجت وراه أريان جري وسألته هو أنت اللي أطلقت القوس وقتلت الذئب؟ بصلها باكو وقال لها انت كنت عايزة شخص تاني هو اللي يعمل كده؟ ردت عليه أريان مش هو ده اللي أنا أقصده، بس أنا مكنتش متوقعة إن أنت تساعدني خاصة إن أنت من وفد أجنبي. وفكرت صحيح إن تشارت والأمير التاني حاولوا يوجهوا الرأي العام لصالحها، بس برضه الأمير باكو ساعدها بشكل كبير. بس ليه؟ مفيش سبب يخليه يساعدها،
خاصة إن أول لقاء ليهم كان مش أحسن حاجة خالص. تفتكر أريان لما ضربته في الزقاق وقالت نفسها صحيح يعني إن هو كان دفاع عن النفس، بس هو ليه كأجنبي يدخل في موضوع زي ده؟ رد عليها باكو لأني من الناس اللي متقدرش تتجاهل النساء الأبرياء. أتمنى إن أنا أشوفك مرة تانية. ردت عليه أريان أكيد. وانفصلوا هما الاتنين. نادى عليها تشارت وقال لها برافو عليكي، عرفتي إنك تحصلي على اللقب بأمان. ردت عليه أريان أنا كنت قلقانة شوية لأن الموضوع خد وقت طويل. قرب منها الأمير رودن وسألها أنسة أريان هي فين إيميلي؟ شاورت أريان بإيدها لمادلين وجت مادلين ومعاها إيميلي. فرح جدا رودن وقعد يحضن في إيميلي ويقول لها وحشتيني قوي. تبصله أريان باستغراب وتفكر هو أنت أوفر قوي كده ليه؟ دي بعدت عنك يوم واحد بس. وراحت افتكرت أريان وقالت وده كمان، وشالت الخاتم واديتهوله. فرح رودين جدا وقال لها أنا مبسوط جدا إن انتي رجعتيلي الخاتم. ردت عليه أريان أنا ما كانش عندي شك إن انت هتعملها يا صاحب السمو. ضحك لها رودن وقال لها عشان أكون صادق أنا ما عملتش حاجة عشان يرجع لي تاني. تضحك له أريان وتقول له ده معناه إني مرجعش الخاتم، عموما الخاتم هيكون مفيد جدا ليا. رد عليها رودن بس هيكون في مشكلة كبيرة قوي ليا. مين بقى اللي كان واقف وسطهم ومتعصب على الآخر؟ بالظبط كده تشارت اللي دخل وقف بينهم وسأله واضح إن انتوا متفقين قوي مع بعض من غير حتى ما نعرف. بس هو ليه أريان أخدت الخاتم ده؟ بصله رودن وقال له انت بتغير ولا ايه؟ هو تشارت بقى بيعرف يغير ازاي؟ عموما انت نسيت ولا ايه؟ دي مش خطوبة حقيقية، دي مجرد علاقة تعاقدية. بصله تشارت بغضب وسكت. قال له رودن ايه البصة دي؟ عموما بالمناسبة دي خلينا ناكل ايس كريم وكعكب مع بعض. بس اعتذر له تشارت ومشي هو وأريان. استغربت أريان وقالت له ما خلينا ناكل الايس كريم شكلها لذيذ جدا. قال لها تشارت هجيب لك واحد تاني اجمل من كده. وركبوا هما الاتنين مع بعض العربة. وتشارت وأريان في العربة عشان يرجعوا القصر. قال لها انا اتفاجئت ان انتي اخفتي عني مواجهتك مع الذئاب. هو انا مش طلبت منك بوضوح انك ما تدخليش الاماكن اللي فيها خطوط حمراء؟ لولا الامير باكو كنت هتتصابي بجروح خطيره. ردت عليه تشارت انا ما كنتش متوقعه ان انت تزعل مني، خاصه يعني ان كل حاجه انتهت خلاص. قال لها تشارت ان اي شخص مكاني لما يسمع ان خطيبته واجهت قطيع من الذئاب لوحدها هيعمل اللي انا بعمله ده. قالت له اريان هو انت قلقت عليا؟ حط تشارت ايده على بقه وودى وشه الناحيه التانية انه كان مكسوف جدا. وقال لها عموما برافو، عرفتي انك تتصرفي مع قطيع الذئاب لوحدك، وعرفتي كمان ان انت تمسكي ايميلي وما قتلتيهاش. والاهم من كل ده ان انت وقفتي بمنتهى القوه قدام العديد من النبلاء. اتصدمت اريان وقالت له ليه فجاه كده بتقولي الكلام ده؟ هو انت بتحرجني؟ فكرت شارت لما طلبت اريان انها تشارك في مسابقه الصيد كانت بتتكلم بحماس غير الطريقه اللي بتتكلم بيها دلوقتي. هي ممكن تزعل لو قال لها الكلام ده؟ قال لنفسه لا، اظن ان اريان زي ما هي، لكن انا اللي وجهه نظري اتغيرت. اريان شخصيه غريبه جدا، وكمان قويه وحره، شخصيتها جذابه. وفرح وقال لنفسه هي دي شخصية أريان برونز خطيبتي. بعد يوم من انتهاء الاجتماع قررت أريان إنها لازم تكون أنيقة جدا عشان حفل اللقب، وطلبت من مادلين إنها تسرع عشان تلحق تشتري اللي هتلبسه في الحفلة. قالت لها مادلين استني ثانية، امبارح كان يوم صعب جدا، بس برضو ايه رأيك إن احنا نروح العاصمة ونروح لمتجر الملابس المشهور؟ ردت أريان بس دول متخصصين في الفساتين بس، وعلشان حفل اللقب لازم ألبس زي رسمي، وما اظنش ان هم عندهم حاجة زي كده. صدمت مادلين وقالت لها معقولة هتلبسي النوع ده من الملابس؟ ردت أريان تقصدي ايه؟ لازم اكون لابسة اللبس الرسمي. قالت لها مادلين ايه؟ انا كده لازم اروح اشوف الدوق عشان يوقفك. مسكتها أريان وقالت لها تشارت مشغول جدا النهاردة عشان كده مشي بدري. في النهاية اضطرت مادلين انها تستسلم. راحت أريان مع مادلين لأكتر من متجر للزي الرسمي، وكلهم على لسانهم نفس الكلام، انهم مش بيعملوا زي رسمي للسيدات. تستغرب أريان وتقول ايه؟ انت مش عارف ان انا أريان برونز؟ انت صعب عليك تعمل بدلة مصنوعة مخصوص ليا انا؟ لو الموضوع ليه علاقة بالفلوس انا هديك اللي انت عايزه. رد عليها صاحب المحل حتى لو انت الدوكة القادمة ما اقدرش اصنع لك بدلة زي دي. وقال لها ليه ما تروحيش متجر النساء اللي قدامنا؟ مسكت اريان ايد مادلين وتقول لها يلا بينا نمشي من هنا، انا مش هعمل لبسي من هنا مرة تانية. بس مع الاسف اتكرر الموضوع في اكتر من محل، حتى محلات ملابس النساء. تقول لها مادلين ايه رايك ان احنا نطلب من الدوق ان هو يساعدنا؟ ردت اريان انها حتى لو بقت دوقة مش بس بارونة برضو مفيش حاجة هتتغير. وقالت لها مش انا المشكله، جنسي هو المشكله، مش قادرين يعملوا لي بدله لان انا امراه، لو كنت رجل كان كل حاجه هتبقى سهله.
ما كانش مهم للناس ان انا هشارك في مسابقة الصيد، لان محدش اعتبرني شخص مهم، بس لان امرأة بس قريب جدا هاخد لقب بارونة، وبالتالي هحصل على فلوس كتير، وكمان هحصل على الرفاهية، ودي حاجة مهمة جدا في الامبراطورية. لو انت معاك فلوس تقدر تعمل اللي انت عايزه، بس لو مش معاك مش هتقدر تعمل اي حاجة. قالت اريان لمادلين انا معايا فلوس، عشان كده هستأجر مصمم ازياء. اعتقد ان في محلات ملابس قريبة من هنا. في الوقت ده كان في طفل بيراقبهم، وراح مسك طين وحدفه على فستان اريان، وراح قال لها بعصبية اللعنة على النبلاء اللي بيرفعوا علينا الضرايب وبيصرفوا على ملابسهم ببذخ. تتصدم اريان ومادلين من تصرف الطفل المفاجئ، ومادلين تقول لاريان هو انت كويسة؟ ترد عليها اريان روحي للطفل ده وجيبيه. فكرت اريان مادلين اكيد هتمسك بالطفل، بس انا هعمل ايه بالفستان ده؟ بصت جنبها لقيت محل ملابس اسمه سيد جيكوب. فكر اريان انها اول مرة تشوف محل ملابس بالاسم ده. نروح بقى لمادلين اللي كانت لسه عمالة تجري يا عيني ورا الطفل، وهي بتجري خبطت في واحد، اتأسف لها وسألها إذا كانت بخير. وجت مادلين تبص على اللي خبطها ده، وقفت مذهولة. راحت قالت ايه ده؟ ايه النظرة الشبه الملائكية دي؟ وقف الراجل ولبس النضارة بتاعته. اتعصبت مادلين وقالت له اللعنة هو انت ليه لبست النضارة؟ بس فاقت لنفسها وافتكرت الولد اللي هي نسيته خالص، وقالت مش وقت وكملت جري ورا الولد. أريم في الوقت ده دخلت محل ملابس السيد جيكوب، وطلبت منه إنها عايزة ملابس عشان تغير هدومها. بصلها جيكوب وقال لها واضح إن انتي مريتي بيوم صعب، تعالي معايا هوريكي ملابس عشان تلبسيها. وتفكر أريان إن هو رغم إن هو بيمتلك محل ملابس، إلا إن هو ملابسه بسيطة جدا. قالت له هو انت ملابسك مثيرة للاهتمام بس شكلها مريب. قال لها جيكوب انت جيدة جدا في ملاحظة التفاصيل، انا صممته بنفسي. كل ما في الموضوع ان انا ما بحبش اتبع الصيحات الحالية، انا بحب ان انا اصمم ملابس عملية. بصراحة لما بروح الاماكن اللي بيتجمع فيها النبلاء بيكونوا كلهم تقريبا لابسين نفس اللبس، سواء الشخص ده كان طويل او قصير ضخم او نحيف، كلهم بيلبسوا شبه بعض. انا عندي حس جمالي، وعندي القدرة ان انا انفذ الصور اللي انا بتخيلها في راسي على ارض الواقع، بس مع الاسف موهبتي دي بتتعفن كده. ردت عليه فعلا الموضوع محزن فعلا. كمل جيكوب ومع ذلك انا بعرف ابرز نقاط الجمال في زبايني، واقدر اخفي نقاط ضعفهم. انا بعرف اعمل ملابس للكل. قالت له اريان انها معجبه بيه جدا واختارت من عنده فستان، وطلبت انها تجربه. وفعلا الفستان اللي اختارته اريان كان شكله مختلف تماما عن الشكل المألوف للفساتين، بس عجبها جدا لان هو خفيف في اللبس. قال لها جيكوب انا هسمي الفستان ده التحفه الفنيه، بس مفيش حد بيحب يلبس النوع ده من الفساتين. عموما انا سعيد جدا ان هو عجبك، انتي فعلا جميله. شافت اريان ان دي فرصتها، وراحت بصت له وطلبت منه ان هو يصنع لها بدله. فكر جيكوب هو مين السيده دي؟ معظم السيدات ما بيدخلوش اساسا المحل، واللي بيدخل منهم بيهرب على طول اول ما بيشوف وشي. بس هي مختلفه جدا. فكره انها تدخل المحل وما كانتش مهتميه بملابسها المتسخه، وكمان فهمت فلسفتي في التصميم ومضحكتش عليا، لا وطلبت مني ان انا اصمم لها كمان بدله. كنت عارف من البدايه انها شخص غير عادي، بس امراه تلبس بدله؟ سألها جيكوب هو ايه اللي يخلي امرأة تلبس بدلة؟ بعد كده افتكر وقال لها هو انت السيدة برونز اللي فازت ببطولة الصيد؟ بصيت له اريان بثقة وفخر وقالت له اه. قال لها جيكوب ده هيكون شرف كبير جدا ليا ان انا اتمكن من عرض تصاميمي عليكي. اتمنى يكون الملخص عجبكم، استنوني في البارت الجاي مش هتأخر عليكم، باي.